السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. البنات اليوم عندنا وصفه اليوم نشارك معكم وصفه تاع الفطر او الشامبينيون. يعني عندي هذا الفطر اليوم يعني فريش. راح نستعمل مع هذا الاسكالوب، راح نستعمل مع هذه الكريمه يعني اللي خاصه هي بالفطر، يعني تمشي بزاف مع الفطر. عندي لي زيبيس كيما العاده والعوايد البنات، ملح، فلفل كحل، كركم والزيت. هنا البنات هذا الفطر لازم نغسلوه مليح. هكذا البنات شوفوا الفطر تاعنا، يعني قلت لكم راه فري، يعني لازم هكذا. شوفوا هذا اللي هذه القشره الفوقانيه لازم نحيوها، تغسل مليح هكذا البنات. شوفوا انا هنا راح نقيه، راح نغسل هنا بين هادو، يعني لازم يتغسل مليح كما قلت لكم. ومن بعد نشوفوا كيفاش هكذا البنات. انا في المقله حطيت شويه زبده، حطيت شويه زيت باش نقليو لي سكالوب تاعنا. يعني الخطوه الاولى نديرها باش نقليو طراف الدجاج هذو اللي عندنا. هكذا البنات انا نقلي هاد الطراف من الدجاج تاعي. هكذا البنات حنا كملنا هنا قلينا، يعني دوكا نحيه البنات. يعني في نفس المقله راح نزيد شويه تاع، نحطو هنا شويه بصل ونقليه. هكذا البنات انا نقلي البصل تاعي مليح. هكذا البنات بعد ما قليت البصله تاعي يعني مليح، هنا راح نحط الشامبينيون تاعي، يعني نحط الفطر تاعي يتخلى مع الجي هذا تاع الدجاج والبصل. هكذا البنات انا نكمل نقليه مليح ونرجع. هكذا البنات هنا بعد ما تقلى لي، يعني شوفوا هنا البنات طلق الماء تاعو يعني شويه. هنا البنات هنا لازم نغطي عليه ونخليه يطيب شويه، باسكو هذا شويه فيه يعني يعطل شويه في الطياب. انا نغطي عليه نخليه يطيب ونرجع معكم. وهنا البنات شوفوا بعد ما طاب، يعني شوفوا هنا كيفاش طلق لاصوص تاعو، يعني ولات لاصوص كيما راكم تشوفوا. هنا راح نزيد عليها الكريمه هذه. هكذا البنات هنا البنات راح نزيد نحط هذوك الطراف تاع الدجاج اللي قليتهم، نحطهم في لاصوص هذه باش يزيدوا يتشربوا يعني النكهه هذه تاع الشامبينيون. هكذا البنات انا نزيد لهم نخلي البنات ما بين لاصوص تاعي يعني راه يطيب. حبيت نزيد نشارك معكم بوراك اليوم، حابه نديرو بوراك تونسي. اليوم عندي لي فايد البريك هادو، عندي اوراق الديول هادو. عندي نفس يعني الحشو تاع البوراك اللي فات. كاين هذه بطاطا طايبه في الماء يعني عادي، معدنوس، زيتون، طون، عندي بصل، بيضه، ولي زيبيس عندي ملح، فلفل اسود، وفرماج رابي ولا اللي عندك. هكذا البنات نشارك معكم، يعني قلت لكم الخطره اللي فاتت بوراك تونسي. هنا حطيت البطاطا يعني حنزيد شويه بصل، زيتون. هذه هنا طماطم البنات يعني اختياريه، كل واحد يعني اللي يحب يديرها يديرها، اللي ما يحبش يعني اختياري ماشي لازم. معدنوس، نحطوا شويه طون البنات. هكذا البنات شويه فرماج رابي، نزيد شويه معدنوس.
نديرو البيضه تاعنا، شويه فلفل اسود، شويه ملح، والهريسه البنات بطبيعه الحال يعني نسيتها في الاول ما درتهاش، واختياري كذلك يعني اللي يحب الحار اللي ما يحبش كيما هكذا نغلقوها البنات عادي، نحطوها هكذا وطول نطيبوها نحطها في المقله هكذا البنات. هنا نحاول نصب عليها الزيت هكذا مكتوب باش يعني طيب شويه مكتوب. هذا هو البوراك التونسي البنات، هي تجي في ورقه في دو بغيك هذيك فقط يعني في الوسط تحطي الحشو تاعك طبقيها على زوج، يعني سهله مهله مش كيما البوراك العنابي، يعني هذاك لازم نطبقوه يعني ديريه كاري، مي هذا بيجي في الوسط كيما راكم تشوفوا البنات. انا نكمل نطيبها ونرجع معكم. وهذه هي البنات النتيجه يعني تاع هنا الطبق تاعنا تاع الروز بلا صوص، لاصوص شامبينيون هنا رافقتها بالروز البنات. هنا الروز طيبته عادي يعني درت له ورقه رند، فص ثوم، ملح، طيبته عادي البنات يعني رافقتها معاه، ولكم الاختيار في ذلك يعني كيما تحبوا واش ديروا معاه. هنا البريك تاعنا او البوراك التونسي هنا حاضر معانا كيما راكم تشوفوا. هادو هما البنات اليوم وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى ان شاء الله ينالوا اعجابكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم، والى وصفه قادمه ان شاء الله.